كل العبقرية اللي قدامك دي كانت ومايكل جاكسون عايش وسطينا ومسيطر على كل حاجة، بس تخيل ان الهوس بالتفاصيل دي مخلصش حتى بموته، لان المنتجين لما فتحوا خزنته بعد ما توفى لقوا كنز من الاغاني وبدأوا يحضروا ترتيبات ان ازاي نعيد اصدارها بشكل احدث يناسب الفترة اللي هتتعرض فيها. وفي اللي جاي هقولك اغرب 5 تراكات نزلت لمايكل جاكسون لكن بعد وفاته. Then let me take a bite. في سنة 2009 العالم كله كان حابس أنفاسه، مايكل جاكسون بيقف قدام الكاميرات وبيعلن أخيرا عودته بعد غياب بجولة أخيرة سماها جولة الوداع This is it. This is it. الحماس بجد كان في العالي جدا، لك أن تتخيل إن أكتر من 1,000,000 تذكرة اتباعت في أول 4 ساعات بس. مايكل كان بيستعد عشان يدي جمهوره كل نقطة باقية فيه، بروفات للنهار وتجهيزات أسطورية كان بيشرف عليها بنفسه، لكن في عز ما العالم كله كان مستني الستارة تتفتح نزلت الستارة للأبد. ملك البوب قلبه وقف. You never said goodbye. الصدمة كانت كبيرة جدا، أكبر من إن أي حد يستوعبها، وعشان عيلته تطبطب على قلوب الملايين المكسورة قرروا يصدروا أغنية بتحمل نفس اسم الجولة This is it. الغريب والموجع في نفس الوقت إن الأغنية دي ما كانتش جديدة ولا حاجة، دي كانت رسالة متسابة في صندوق قديم من سنة 83، وكأن مايكل كان سايب لنا رسالة الوداع في السنة اللي هو كسر الدنيا فيها.